يرى فالدانو عن رونالدو بأنه لاعب بمحرك فيراري، بينما قال أحدهم يوم من الأيام اللعب ضد رونالدو أشبه بأشغال شاقة مؤبدة، في تشبيه معبر جدا، لأن المدافعين يرون بأن تتواجد أمام لاعب مثل رونالدو فهذا يعني بأنك كأنه قد حكم عليك بالأشغال الشاقة المؤبدة. لكن مباراة الآن في الشوط الأول في أجواء بالفعل تبدو مثالية للمحبي النجم الكبير الظاهرة رونالدو. هذه كرة من جانب روبينيو، وهو الذي قال في يوم اعتزاله معنا في الصورة: لم أعد قادرا. على ماذا يا رونالدو؟ لقد حان الوقت لقول كلمة وداعا. وأضاف: جسدي يؤلمني، ذهني يريد مواصلة اللعب، لكن الجسد يقول لي لم يعد بإمكانك فعل ذلك. وهو الذي رسم البسمة على وجوهنا في أكثر من مناسبة كبيرة. الكل يبحث الآن، رونالدو موجود، ولكن الكرة وين؟ الكرة عند روبينيو، بالتأكيد ينظر إلى رونالدو. الله الله، اللمسة المعتادة، يا سلام، لا زال موجود، كرة جول. الله، والله يخليه يسجل، المفروض يخليه الحارس الروماني يسجل. هذه ليلته، هذه مباراته، وهذه ربما فرحته الأخيرة. لاحظ الكرة وين؟ يتسلل طبعا، لكن مشاها الحكم. كان يوقف محمد، يعني خطورته في تحركاته، هنا عملية التسخين طبعا واضح انه هو يعني الوزن الزايد هذا اللي كسبه في خلال 3 شهور اثر عليه، لكن الخوف انه هو يزيد اكثر. فرد وكل الفريق بعد التسجيل يحتفلون بطريقه رونالدو، بطريقه الخاصه، يعني الاصبع الشهير هذه. وبعدين يعني كانت يعني حركه حلوه منهم انهم هم يقلدوا هذا اللاعب، لانه بصراحه يعني ما ادري ايش اقول لك، لكن اللاعب يعني بصراحه استمتعنا بوجوده، استمتعنا بالفرصتين اللي ضيعها. يعني تخيل لو الفرصتين هذيك جاته هو في يعني وزنه الطبيعي، فاعتقد انه كان يكون هناك. يمكن اثناء المتابعه نحن نشاهد يعني الجماهير تحتفل مع رونالدو بالتسريحه الشهيره هنا بالاسنان الشهيره. هذا اكثر واحد يشبه رونالدو اعتقد. بالضبط. شوف التسريحه الشهيره، تسريحه 2002. حتى المشي حقته يعني من وزنه يعني اختلفت، يعني حتى المشي من الوزن اختلفت. يمكن اثناء متابعه هذه المباراه كابتن هيثم كنا نتحدث عن ان كان من الطبيعي ان يختار يعني المنتخب البرازيلي، اداره الاتحاد البرازيلي لكره القدم عاده ما تكون موفقه دقيقه جدا في اختيار المواعيد الكبيره، حتى من شركه نايكي الراعيه للمنتخب البرازيلي منذ سنوات، والراعيه كذلك رونالدو. كنا نتوقع ان تختار مباراه اكبر بصراحه لتكريم رونالدو، وحتى تختار وقت يكون في رونالدو اكثر جاهزيه بدنيا لتكون هي المباراه الاخيره التي تليق باسم رونالدو. وجهه نظر صائبه محمد، وكنت اتمنى انها كانت تكون المباراه الماضيه امام المنتخب الهولندي، لان انطلاقه رونالدو كانت من خلال الايريديفيزي الدوري الهولندي مع فريق PSV ايندهوفن، وانتقل له بعد نهايه كاس العالم في امريكا 94، وعرف العالم من هو لويز نازاريو دا ليما من خلال فريق PSV ايندهوفن والارقام اللي حققها، لانه مع فريق PSV ايندهوفن لم يحقق الدوري. كان فريق اياكس متفوق في تلك الفتره، حقق معاه الكاس وحقق معاه السوبر الهولندي، وبعد كده انتقل الى برشلونه، وكانت انطلاقه غير طبيعيه لرونالدو. ولكن اعتقد ان الربع ساعه اللي لعبها تفاعلنا فيها معاه، وكنا نتمنى ان هو يحرز هدف، ولكن حارس الروماني ابى ان هو يزود عدد الاهداف الدوليه لرونالدو، ولكن ما زال رونالدو هو رونالدو، اللهم الا زياده الوزن. وان كنت اعتقد ان هو ممكن يفقد وزنه، لان احنا شفنا مارادونا وصل لاضعاف هذا الوزن، ولكن بعد ذلك فقد وزنه واصبح جسده مثالي. واعتقد رونالدو هيلتفت لوزنه بعد ما يتفرغ لمباراه اعتزال. تشعر بان الكل مستمتع كابتن محمد عبد الجواد، كان من لاعبي منتخب رومانيا، كان من لاعبي منتخب البرازيل، كان من الاحتياطيين، كان من الجمهور، كان من معلق المباراه زميل اسعد، يعني كان من كل من يشاهد هذه المباراه على الهواء مباشره في هذا التوقيت. واعود الى رونالدينيو الذي يقول: اشكر الظروف التي اتاحت لي الفرصه للعب بجانب المهاجم الاكمل في تاريخ كره القدم. ماذا فعلت بك السنوات؟ 34 سنة، لولا الإصابات كم من الأرقام ستحطم.
وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ السيليساو بعد الأسطورة بيليه 77 هدفا. لكن كل من في الملعب أيها السيدات والسادة، لا هذه المحاولة وهنا بالفعل لا والله ما فيها، لا قرار سليم، قرار سليم، ما فيها تسلل، وكاد أن يسجل هدفا سليما بكل معنى الكلمة. ولاحظ هنا روبينيو، يا ريت يتعلمون منك والله يا رونالدو، يا ريت يتعلمون منك الأجيال. هو شأن كل البرازيليين، يعني ما كان مثلا كالتزام كاكا في الملعب مثلا، ولكنه على كل ما كان يفعله، على كم الإصابات التي أحاطت به، ترى قدم شيئا غريبا وعجيبا جدا في كرة القدم حقيقة. في هذا اليوم يوم الاعتزال ربما تأتي الكلمات من موراتي كذلك الذي يقول: أشعر بحزن عميق. هذا كلام موراتي، إنه أفضل مهاجم في تاريخ الانتر، إنه أفضل مهاجم في تاريخ الانتر، اسمه محفور في نادي الانتر والكل يحبه في نادي الانتر. هذا الكلام من موراتي الذي رغم العودة بعد ذلك من الباب الكبير من باب نادي ميلان، ولكن مع ذلك يبقى الحب الكبير. شجاع سجل ياسين، يبدو صح كرة تضيع بهذه تاتي والعناق. ولاحظ الكرة المكان السليم، الكل يبعد ويبدو أن حكم المباراة لا يريد أن يطلق صافرة النهاية في الشوط الأول، لأن ذلك يعني بأن رونالدو سيلعب بالتالي لحظات الأخيرة في كرة القدم. أمام كانت حقيقة فرصتين لأن يسجل هدفا ربما كانت أخيرا في تاريخه كلاعب كبير بكل معنى الكلمة. برازيلي مع نادي جريميو البرازيلي. هنا محاولة موجودة الآن، والكرة بعد ذلك تعود، وصافرة حكم المباراة أيها السيدات والسادة جاءت الآن لأن تعلن نهاية ربما الشوط الأول من المباراة بالفعل، وبالتالي اللحظات الأخيرة، النظرة الأخيرة، الابتسامة الأخيرة، وكل مشاهدي ملعب المباراة في ملعب باكيمبو في مقاطعة ساو باولو. الرومانيين قبل البرازيليين يذهبون ويحاولون السلام. مصافحة رونالدو لويس نازاريو دي ليما، المصافحة الأخيرة في الطلة الأخيرة. اليوم يتوقف قلب كرة القدم عن النبض كما قالت صحافة البرازيل. اليوم رونالدو يقول وداعا أيها السيدات والسادة.